قوة الدفاع الجوي عن الإقليم هي وحدة في الجيش تابعة إلى القوات البرية الجزائرية للجيش الوطني الشعبي، واحتل سلاح الدفاع الجوي عن الإقليم في الجزائر المرتبة العاشرة عالميا بفضل الأسلحة المتطورة والجاهزية. لذلك قمنا أعزائنا المشاهدين بترتيب أقوى وأهم 10 أسلحة دفاع جوي يمتلكها الجيش الجزائري حاليا. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل جديدنا. ومن دون إطالة متابعين دعونا نبدأ الفيديو. في المركز العاشر مدفع مضاد للطائرات ذاتية الدفع ZSU 23-4 شيكا. ذكرت صحيفة روسوسكايا الروسية أن الجيش الجزائري يمتلك أكثر من 200 بندقية شيكا. أفادت وكالة الأنباء سبوتنيك الجزائرية أن مدافع شيكا الجزائرية مطورة ومحدثة أبرزها تجهيز مدافع شيكا بمنظومة صواريخ إيغا. زاد الصاروخ من قدرة البنادق شيكا على إصابة الأهداف، حيث يبلغ قطره 23 ملم، ويمكن إصابة أهداف ليست بعيدة بأكثر من 2500 متر على الأرض و3500 متر في السماء. وزاد مدى الأهداف بفضل السلاح الصاروخي يصل إلى 5000 متر أفقيا و3500 مترا رأسيا. يمكن للبنادق شيكا المتطورة الآن إصابة الأهداف البرية والبحرية والجوية بشكل فعال، وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من البنادق ما زالت تستخدمه جيوش أكثر من 20 دولة. تاسعا نظام صواريخ قصير المدى صام 3. يمتلك الجيش الجزائري 36 منظومة صواريخ من هذا النوع. ظهر صام 3 لأول مرة في بداية الستينات ويعرف بالباتشورا، بينما يرمز له حلف الشمال الأطلسي GOA. يقال أن إسرائيل ما كان أن تحقق نصرها الساحق لو كان الدفاع الجوي المصري يستخدم هذا الصاروخ الذي اكتسب سمعته من المشاركة في الحرب استنزاف ونجاحه في تحييد التفوق الجوي الإسرائيلي على الجبهة المصرية. الرأس الحربي لهذا الصاروخ شديد الانفجار، موجه في مرحلته النهائية في النسخ الحديثة منه بالأشعة تحت الحمراء. يمكن تحميل الصاروخ على منصة متحركة أو ثابتة، وتتألف البطارية من منصات متحركة ثنائية أو ثابتة رباعية. رادار استكشاف P-15 بمدى 50 إلى 250 كيلومترا. رادار السيطرة والتحكم بالإطلاق والتتبع من نوع لاوبو بمدى 90 كيلومترا. ثامنا نظام الصواريخ قصير المدى تور M2. يمتلك الجيش الجزائري 48 منظومة من هذا الطراز. تغطي أنظمة تور M2 الصاروخية الروسية كل المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي في أوكرانيا، حيث نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو مثيرة للحظة إسقاط طائرة بدون طيار أوكرانية من طراز بايركتار TB2 من قبل منظومة الدفاع الجوي الروسية من طراز تور M2. وتعد أنظمة تور M2 المثبتة على أراضي الميدان إحدى أخطر أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى، ولديها القدرة على إطلاق الصواريخ خلال 10 ثواني من رصد الهدف أثناء الحركة أو الثبات. سابعا نظام الصواريخ متوسط المدى K12 كاب 2 أو صام 6. قامت الجزائر بتطوير صواريخ صام 6 لزيادة عمرها للعمل لمدة 15 سنة قادمة، لحين إدخال وارثه الشرعي البوك M. التطوير عاد من دولة التشيك، واعتمد لدى كل من سلوفاكيا والمجر ورومانيا والجزائر. صام 6 يستطيع العمل في كل الأحوال الجوية، وهو مصنوع خصيصا لحماية المناطق والمنشآت الحساسة من أي ضربة جوية معادية يقوم بها العدو مثل المطارات والمناطق الصناعية. وهو نظام لديه تاريخ عريق، بحيث استطاع إسقاط طائرة F-117 شبحية الأمريكية. سادسا نظام الدفاع الجوي المتوسط المدى بانستير SM. لدى الجزائر 38 منظومة بانستير S1 وعدد المجهول من البانستير SM. تم مشاهدة الجيل الجديد من منظومة السلاح الصاروخية المدفعية أرض جو قصيرة ومتوسطة المدى والمضادة للطائرات بانستير SM. روسية الصنع في شريط فيديو نسب إلى تمرين صخر 2018 الذي نفذ لواء المشاة رقم 36 في المنطقة العسكرية الثانية في شمال شرق الجزائر. نقل موقع زفيستا المملوك للحكومة من سيرجي شويغو وزير الدفاع الروسي قوله: يمكن لنظام البانستير الجديد اكتشاف الطائرات بدون طيار على مسافة أكبر بكثير. لقد تم زيادة مداه بنسبة 30%. يشتمل متغير بانستير SM على محطة استهداف متعددة الوظائف، مما يزيد نطاق استهداف الهدف من 40 إلى 75 كيلومترا، ومدى اشتباك من 20 إلى 50 كيلومترا.
يستخدم نظام صواريخ جديدة عالية السرعة ممتد المدى. يمكن ترقية أنظمة باستر الحالية إلى معيار SM، وهي مزودة بهيكل شاحنة 8 في 8 جديد بكابينة مصفحة، واكتمل التطوير في عام 2019. خامسا، نظام الدفاع الجوي متوسط المدى بوك M2E. لدى الجزائر 48 منظومة بوك M2E. أثبتت هذه المنظومة الدفاعية في عدة مناطق في العالم فعالية في تأمين المجال الجوي للدول، وتعد الجزائر إحدى هذه الدول التي تجيد التحكم فيها. أشادت الصحف الحكومية الروسية بنجاح الجيش الجزائري في استخدام أنظمة الدفاع الجوي في تمرير الأهداف المحددة التي كانت تحاكي وسائل الهجوم الجوي للعدو، وذلك خلال التمارين التكتيكية والمناورات التي قامت بها مختلف القوات الجيش الوطني الشعبي، والتي أبانت عن امتلاكه لآخر الأسلحة في مواجهة الإرهاب أو أي عدوان خارجي على أراضيها. وفقا للخبراء العسكريون الروس، فإن هذه المنظومة تزداد شعبية متزايدة في الأسواق الأسلحة الدولية، ومن المرجح أن دول أخرى ستحصل على هذه الأنظمة لتأمين حدودها الجوية. رابعا، نظام الدفاع الجوي المتوسط المدى S300E في تياز. ظهر النظام الدفاع الجوي المتوسط المدى على صور الأقمار الصناعية المأخوذة من مستودع قاعدة تابعة لقيادة القوات الجوية الإقليمية في مكان ما في وسط شمال الجزائر. ونشرت المواقع الجزائرية صور أقمار صناعية تؤكد وجود منظومة الدفاع الجوي S350 فيتياز في قاعدة عسكرية في وسط الجزائر، ولم يتم الإعلان عن عدد الأنظمة عندها لأسباب سرية. منظومة S350 فيتياز الصاروخية المضادة للطائرات هي منظومة متوسطة المدى ومطورة من S300 ويمكن أن تشغل هذه المنظومة بنفس صواريخ منظومة S400 بعيدة المدى، أي صواريخ M96، وتشغل برادار المصفوفات النشط AESI. ثالثا، نظام الدفاع الجوي بعيد المدى HQ-9B. لدى الجزائر 9 أفواج من HQ-9. يبدو أن الرادار USC-8B الذي تم عرضه للتصدير على الدول الحليفة للصين منذ عام 2017 قد تم دمجه مؤخرا في نظام الدفاع الجوي الجزائري، وفقا لبعض الصور المتداولة من آخر اللقطات المشهورة للجيش الجزائري. ظهر جزء من منظومة الدفاع الجوي HQ-9 بعيد المدى، وهو رادار صيني متخصص في كشف المقاتلة الشبح الذي يصنعه العملاق الصناعة الإلكترونية الحربية الصيني CETC. يبلغ سرعة صاروخ النظام الذي يعمل بالوقود الصلب ذو المرحلتين سرعة قصوى تبلغ 4.5 ماخ، وسقف خدمة يبلغ 135 ألف قدم، بالإضافة إلى التحكم في قوة الدفع. ثانيا، نظام الدفاع الجوي بعيد المدى S300 PMU-2. تمتلك الجزائر نحو 8 أنظمة S300 PMU-2، كل منظومة مكونة من 12 قاذفة، ورادارة تعاقدت عليها الجزائر في عام 2006 وتسلمتها في عام 2011. نشر الجيش الجزائري لقطات فيديو مصورة داخل الجزائر لما قيل بأنها منظومة دفاع جوي جزائرية بعيدة المدى من طراز S300 أثناء اختبار إطلاق النيران. يتمتع S300 بأعلى قدرة في عائلة S300P على عكس S300 PMU-1 السابق. لا يستخدم S300 PMU-2 رادارات D6. بدلا من ذلك يستخدم نظام كاشف L696 لجميع الارتفاعات ورادارات اكتساب، لديها مدى 300 كيلومتر ودقة عالية جدا، ويمكن للنظام اكتشاف وتعقب 100 أهداف، ويحدد 4 فئات مستهدفة بما في ذلك الطائرات والمروحيات والمركبات الجوية الموجهة عن بعد والصواريخ. يزعم أن هذا الرادار يمكنه أيضا اكتشاف الأهداف الشبحية. في المركز الأول، نظام الدفاع الجوي بعيد المدى S400 تريومف. لدى الجزائر 8 أفواج من هذه المنظومة. ظهرت الصور الأولى لأنظمة الدفاع الجوي الروسية S400 تريومف التي دخلت الخدمة في الجزائر، ونشرت وسائل الإعلام الجزائرية الصورة الأولى ل3 قاذفة متحركة على الأقل لنظام صواريخ الدفاع الجوي S400 تريومف على منصة باز 64022، وهو أول دليل موضوعي على أن أنظمة S400 تريومف تعمل بالفعل في ترسانة هذا البلد الواقع في شمال أفريقيا، على الرغم من الإبلاغ عن ذلك سابقا. وفقا للمعلومات التي قدمتها وسائل الإعلام الروسية، فإن القوات المسلحة الجزائرية نشرت مجمعات S400 تريومف في الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية من البلاد، حيث تعزز أيضا مجمعات S300 PMU-2 الروسية التي تم شراؤها في عام 2003. يمكن لنظام واحد يحتوي على ما يصل إلى 8 أقسام تحكم فيما يصل إلى 72 قاذفة، بحد أقصى 384 صاروخا، بما في ذلك الصواريخ التي يقل مداها عن 250 كيلومترا.
يتم إطلاق الصواريخ باستخدام نظام غاز من أنابيب الإطلاق يصل ارتفاعها على 30 مترا في الهواء قبل اشتعال محرك الصاروخ، مما يزيد من الحد الأقصى ويقلل من النطاقات الدنيا. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات لتصلك فيديوهات مختلفة حول الثقافة العسكرية، وشكرا جزيلا لكم.